أسعد الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء التي نستهلها كما عودناكم بأهم وأبرز العناوين. رئيس مجلس السيادة السوداني يقوم بزيارة لإريتريا. الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية وتخلف النمو تعقيد مؤتمرها الرابع. دعوة للحفاظ على الصحة بالنشاط البدني. الإفراج عن دفعة ثالثة من الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس. إعلان حظر التجول في البلاد في سيراليون. خطوة إيجابية لتحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية الصين واليابان. زار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إريتريا اليوم الأحد 26 من نوفمبر، وكان في استقباله لدى وصوله مطار أسمر الدولي فخامة الرئيس إسياس أفورقي. وأجرى الرئيسان مباحثات استمرت لمدة ساعة حول دفع بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وضم الوفد السوداني وزير الخارجية السفير علي الصادق ومسؤولون آخرون. وحضر لقاء الاستقبال والوداع وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. عقدت الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا وتخلف النمو مؤتمرها الرابع في أسمرة اليوم الأحد 25 من نوفمبر تحت الشعار الحب والاستثمار لذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو. وأوضح المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محتاف السهيي في المناسبة التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة أن الجمعية الوطنية للمعاقين ذهنيا ظلت تقوم خلال 13 عاما منذ تأسيسها بتنظيم وتوسيع أنشطتها بالتعاون مع مختلف الشركاء العاملين. وحث دائرة التدريب والتعليم على تقييم أنشطتها وخبراتها واستخدامها كمنطلق للمستقبل. وقال المقدم برهان بخرتين رئيس الجمعية أنه رغم أن العالم أدرك متأخرا أوضاع الإعاقة الذهنية وتخلف النمو، إلا أن تغيير الاعتقاد الخاطئ القديم الراسخ يحتاج إلى أكثر من جيل أو جيلين، داعيا أولياء الأمور لإحداث تغيير في السلوك. من جانبهم حث المؤتمرون المجتمع والجهات الحكومية على التعاون مع الجمعية في جهودها إلى تغيير حياة أعضائها وتحسين مستقبلهم. وتأسست الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية وتخلف النمو في 25 من نوفمبر عام 2010. وجهت الجمعية الوطنية لمرضى السكري دعوة في النشاط البدني الذي نظمته في أسمرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس الجمعية المجتمع للحفاظ على صحته من خلال ممارسة النشاط البدني والابتعاد عن العادات التي تسبب الأمراض المزمنة. وقد نظم النشاط البدني بالسباقات في شوارع أسمر الرئيسية بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة لرفع مستوى الوعي العام حول مرض السكري تحت شعار التمارين المنتظمة دواء مجاني. وقال رئيس الجمعية الوطنية لمرضى السكري الدكتور قيتو أم برهتو أن الجمعية تأسست لرفع مستوى الوعي العام حول الوقاية من مرض السكري ومكافحته، ولها مكاتب في جميع الأقاليم. وشارك في السباق أعضاء الجمعية الوطنية للسكري وممثلي الجمعيات الوطنية والاتحادات الرياضية وأعضاء جمعية سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط وعدد كبير من الطلاب والمعلمين. وتأسست الجمعية الوطنية لمرضى السكري عام 1998 تحت مظلة وزارة الصحة، واحتفى ب14 من نوفمبر اليوم العالمي لمرضى السكري تحت شعار تقوية الصحة العالمية. أجرى مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأدوية المضادة للبكتيريا لعمال المؤسسات الحكومية يوم 22 من نوفمبر في مدينة مندفرة.
وقدم السيد سقاي عند برهان من خدمات الصيدلة في الإقليم الجنوبي توضيحا حول فوائد المضادات الحيوية ومعنى تطوير مقاومة البكتيريا ومضادات الالتهابات والوضع العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات وعواقب تطور المقاومة وآفاقها المستقبلية والأنشطة والاحتياطات الواجب اتخاذها. من جانبهم طالب المشاركون بعدم تناول الأدوية المستوردة دون استشارة المختص والاهتمام بالأدوية البيطرية والبذور التي تباع في الشوارع، وأن يكون العاملون في المجال الصحي قدوة للمجتمع المحلي في استخدام الأدوية وتوعية الجمهور بطرق التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وعقد سيمينارات مماثلة للشعب. وفي الختام قال مسؤول مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمانييل محرتاب أن 30% من المضادات الحيوية المنتجة في العالم تستخدم للإنسان و70% في الحيوانات، موضحا بأن تطور المقاومة للمضادات الحيوية سببها الاستخدام السيء للدواء. وتم الاحتفال بالأسبوع الدولي للمضادات الحيوية في الفترة من 18 حتى 24 من نوفمبر تحت شعار منع تطور مقاومة المضادات الحيوية. تم عرض معرض للصور الذي نظمته وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الدفاع في المهرجان الوطني 2023. تم عرضه في مدينة كرن من 24 وحتى 26 من نوفمبر الحالي. وأوضح سكان مدينة كرن أن المعرض الذي يعكس تصدي وبطولات الشعب الإريتري في مختلف المراحل له دور كبير في نقل التاريخ وينبغي تشجيعه، وحثوا على تنظيمه باستمرار مع إضافة صور تعكس مراحل وأحداث أخرى، لأن الصور المعروضة جزء من تاريخ التصدي للشعب الإريتري. وتم تقديم المعرض في سوا الأسبوع الماضي. يقوم سكان ضاحية جلاس في مديرية حقات بإقليم عنسبة بنفيذ إصلاح الطريق الترابي المؤدي إلى أشرة والذي صعب عمل المركبات. وقال السكان أن البرنامج يعد استمرارا للعمل الذي يقومون به في التلال والوديان والأراضي الزراعية، وأنهم يعملون على تمهيد الطرق. وقال مدير الضاحية السيد حسن نايم بيترس أن الطريق الترابي أصبح سيئا للقيا وصعبا على المركبات، وأن سكان قرى جلاس ودوبعت وطيلو وأبنغولت وحرستاي وفرل أبا يعملون معا لحل المشكلة. وأشاد المشرفون على العمل بالمشاركة القوية للشعب عامة والمرأة خاصة. ضحية جلاس هي واحدة من 14 ضحية تقطنها 575 أسرة و2860 نسمة سكانية في 6 قرى في مديريات حقات بإقليم عنسبة. في غضون ذلك تجري أنشطة نفير للحفاظ على المياه والتربة في منطقة عبي قراد في مديرية عبد الريح. وقال الشاب ردي تسفي من مكتب الزراعة في المديرية أن البرنامج الذي بدأ في أغسطس يتقدم بشكل جيد بالعمل 5 أيام في الأسبوع. وقال مدير ضحية عبي قراد السيد آدم عبده أن النفير شمل أيضا إصلاح الطريق الترابي من منطقة حواتو إلى القرى الواقعة على الهضبة. السادة والسيدات إلى فاصل ومن ثم نواصل. بدأت إسرائيل وكتائب عز الدين القسام تنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى والمحتجزين في حناعة القسام عددا من أبرز قادتها في معركة طوفان الأقصى. هذا وقال الجيش السوري أن دفاعاته اعترضت صواريخ إسرائيلية قادمة من الجولان بعد إخراجها مطار دمشق الدولي عن الخدمة. وأكدت كتائب القسام تسليم 13 محتجزا إسرائيليين و3 محتجزين تايلانديين ومحتجز روسي إلى الصليب الأحمر ضمن المرحلة الثالثة للتبادل. من جانبها أكد الجيش الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر الدفعة الثالثة من الأسرى. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية تسلم دفعة الرهائن في شمال قطاع غزة. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أسماء 39 أسيرا من الدفعة الثالثة لتبادل الأسرى، وجميعهم من الأطفال ومعظمهم من القدس.
أعلنت سيراليون حظرا للتجول في عموم البلاد بعد هجوم ومحاولة فاشلة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون، وفيما أفاد شهود عيان عن سماع إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفورس حيث يقع المخزن والسفارات. أكدت وزارة الإعلام في بيان أن الحكومة وقواتها الأمنية تسيطر على الوضع، ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بشأن الأفراد الذين هاجموا مخزن الأسلحة ودوافعهم. وأشار شهود آخرون إلى تبادل النيران قرب ثكنة حيث يوجد مقر السلاح البحرية وأمام منشأة عسكرية أخرى في العاصمة. من جهته أكد الرئيس جوليوس مادا بيو أنه تم إحباط الهجوم، وعيد انتخاب جوليوس رئيسا للبلاد في يونيو اعتبارا من الدورة الأولى بحصوله على 56.17% من الأصوات. اجتمع كبار الدبلوماسيون من كوريا الجنوبية واليابان والصين لمناقشة موعد استئناف القمة الثلاثية لقادتهم بعد توقف دام 4 سنوات وكيفية تعزيز التعاون في الجيران الثلاثة في شمال شرق آسيا. وفقا لوكالة رويترز للأنباء ترتبط البلدان الثلاثة ارتباطا وثيقا اقتصاديا وثقافيا ببعضهما البعض، وتمثل معا حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وكوريا واليابان والصين لديهما القدرة على التعاون الهائل. فقد قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية بارك جين في بداية الاجتماع في بوسان بكوريا الجنوبية أن البلدان جيران لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. وقال وزير خارجية اليابان يوكومو كامياكارا ووزير الخارجية الصيني وانغ يي أنهما سيدفعان أيضا لإحياء التعاون الثلاثي. بدأ أكبر جبل جليدي في العالم بالتحرك بعد 30 عاما من البقاء عالقا في مكانه وفقا للخبراء. وينجف الجبل الجليدي عبر شبه جزيرة القطب الجنوبي، ومن المفترض أن ينهار بسبب المياه القوية بمجرد الوصول إلى المحيط المفتوح. وعلى عكس العديد من الجبال الجليدية الكبيرة التي تنفصل عن القارة القطبية الجنوبية وتطفو بعيدا، لم تتحرك الكتلة سوى بضع مئات من الأميال منذ انفصاله عن الجوف الجليدي عام 1986. ويؤدي ارتفاع درجات حرارة المياه والهواء الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار على طول سواحل القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند، ما يؤدي إلى تسريع ذوبان الجليد. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس السيادة السوداني يقوم بزيارة لإريتريا. الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية وتخلف النمو تعقد مؤتمرها الرابع. دعوة للحفاظ على الصحة بالنشاط البدني. الإفراج عن دفعة ثالثة من الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس. إعلان حظر التجوال عقب هجوم في عاصمة سيراليون. خطوة إيجابية لتحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان. في أمان الله وحفظه.